في الجزء الأول عرفنا إن ديفارا منع أي حد من نزول البحر لأي عمليات مشبوهة، عشان كده أعز أصحابه قرروا إن هم يقتلوه وبعتوا له ناس كتير، ولكن ديفارا قدر يتغلب عليهم وقتلهم كلهم. ما تيجوا نشوف في الجزء ده إيه اللي حصل بعد الخيانة دي، وهل فعلا ابن ديفارا هو اللي قتل أبوه وإزاي وليه؟ وهنا طلع عليه بقى ناس كتير وحصل ضرب يا جماعة وخيانة كتير يا شباب. موقف بجد صعب. يعني وتلون البحر زي ما انتوا شايفين باللون الأحمر من الدم. وجات القرية كلها الصبح على المكان ولقوه مقتل كل الخونة دول وسايب ليهم رسالة على المركب ده: كنت بحسبكم هتتعدلوا ويتصلح حالكم بالكلام، ولكن انتم شياطين بتحبوا الشر، عشان كده اخترت اني اكون الخوف اللي هتخاف منه في ايامكم الجاية. وبرضه اللي هيفكر ينزل البحر عشان التهريب هيطلع بس جثة زي اللي قدامكم دلوقتي. وبالفعل يا جماعة الرعب دب فيهم كلهم وبدأوا ينزلوا البحر تاني، بس من الرعب نزلوا يصطادوا مش عشان يسرقوا ولا يهربوا. وطبعا يا جماعة ديفارا مش باين من ساعتها، وعشان يخلوه يظهر تاني عشان برضو ينفذوا فيه برضو يعني يقتلوه كده ويخونوه، قام بايرة في العيد والمسابقة اللي بيعملوها بتاع الأسلحة ديت كل سنة، قام قتل اتنين من أهل قرية ديفارا ده وخد الأسلحة لنفسه. وبرضه ما ظهرش ديفارا. قام بايرة واخد بعض الشباب بقى يا جماعة وبدأ يربيهم على الحقد وجمدان القلب عشان يكونوا جيش ينزل بيه البحر من تاني. وبعد مرور سنين كتيرة على هذا الحال الصغير كبر، حتى انهم بيراقبوا ام ديفارا اللي قربت تموت، واكيد لو ماتت يعني ديفارا هيجي يحضر الدفنة. مرحلة ما قبل النهاية يا جماعة وظهور ابن ديفارا اللي هو شبيه والده تمام، يعني البطل قايم بدورين، وكان مبين للناس انه خايب ومش طالع لابوه. وهنا الام والزوجة كل فترة بيروحوا يسألوا الصيادين يعني هل عندكم اي معلومات عن ديفارا او شفتوه في الجبل او اي اثر له، ولكن الناس بيقولوا لهم مفيش. ولكن الابن بيقول لجدته ان ابويا رحل للوفاء بعهده ومش هيرجع تاني. وحس الابن ان جدته ممكن تموت وهي نفسها تشوف ابنها ديفارا. واهل القرية يا جماعة حاسين بالنحس عشان بقالهم سنين مش بيفوزوا بالاسلحة. فراح الابن مع ريبة زميل ابوه عشان يتحيلوا على بايرة ان هو يديهم الاسلحة السنة دي عشان النحس يمشي من عندهم. قام قايل له بايرة ده روح لو انت راجل انده لابوك يجي يخش المسابقة وياخدها بشرف. وبتبدأ المسابقة يا جماعة وبنشوف ان فارا اللي هو ابن ديفارا ده دخل المسابقة، ولكن بنحسه انه مزور في اللعبة وكان سائل اللي هيقابله مخدر عشان يقدر يتغلب عليه. طب اقول لكم بقى حتة من الكنترول يا زمايلي. فارا ما كانش مزور عشان يفوز، ده كان مزور عشان هم يعتقدوا ان هو فعلا مش شبيه ابوه وان هو عيل تافه يعني ملوش في الضرب وكده، ولكن في الحقيقة هو اسد زي ابوه. وبالفعل بيفوز بالاسلحة وبياخدها لقريته بعد سنين تاني زي ما ابوه كان بيعمل زمان. ولكن بايرة ورايبة يعني والناس دي قاعدين يفكروا يعني هو فاز ازاي. وبيقول له رايبة يعني طيب لو هو حتى كان فاز بفعل المخدر يعني كان زمانهم فاقوا، يعني المخدر ياخد له مثلا ليلة والصبح يفوقوا، ولكن دول مش قادرين اصلا يتحركوا من الضرب اللي كلوه. يبقى كده ده الكلام ده مش في صالحنا. يعني هيبقى ديفارا في البحر وابنه زيه سبع في الجبل، ده احنا كده مش هنعرف نتحرك. وهنا بيتصل بايرا بالمهرب اللي بيوصل له وبيقول له كلمتنا ليه بعد السنين دي كلها. ويقول له بايرا انه خلاص عمل جيش من الشباب الجاحد وانه مستعد ينزل البحر تاني. ولكن المهرب ده بيقول له لا انا مش هجازف ببضاعتي طالما ديفارا حي، هات لي راس ديفارا الاول وبعدها نعمل شغل كتير اكتر كمان من الاول يا عم. قام بايرا راح موزع خبر ان ديفارا مات. ماشي. ولما امه سمعت الخبر ده طبعا تعبت، وكلهم كانوا في انتظار ديفارا اللي هيجي اكيد عشان امه بتموت لما سمعت الخبر. وهنا بيوصل ديفارا يا جماعة وبيشوف امه والتانيين بره مراقبين المكان.
قام داخل بايرة لما حس ان في حاجة مش مظبوطة، ولما شاف امه مبسوطة عرف كده ان ديفارا وصل وشاف امه كمان وهي شافته وهرب. وبدأت المطاردة يا جماعة، وبيقدر يهرب منهم ديفارا، وكده بتتأكد اسطورة ان ديفارا لسه حي. ولو انت لسه معايا يا معلم يعني دوس لايك واشتراك يلا. نرجع تاني يا جماعة للمهربين دول، قالوا طالما ديفارا جه وهرب يبقى ما عادش زي ده زمان، يعني يبقى كده خايف. وراحوا مدين مهمة لبايرا وادوله مأمورية جديدة. وصاحبنا ده كسر دراع بايرا عشان ما ينزلش البحر، قال يعني عشان هو اللي يقتل ديفارا وينتقم لموت ابوه، يعني اصله عبيط زي ابوه. دول يا جماعة من قرية تانية حاولوا يتعدوا على اخت فارا بنت ديفارا، راح فارا عليهم وراح مروقهم. واهل القرية بيقولوا احنا كنا بنحسبك ضعيف ولكنك اثبتت انك انت ابن ابوك فعلا. قام قايل لهم برضو يا جماعة انا لا، انا ماليش في الضرب ده، انا عملت كده بس عشان كنت سكران. وقال لهم انه هيروح لبايرة كمان عشان يوضح له الامر، عشان ما يجيش يضربه ولا يأذي اهل القرية عشان هو ضرب اعوانه. ولما راح له قال له عشان تثبت ولائك لينا احنا، روح مع الشباب اللي هتنزل البحر ماشي، وتكون معاهم في التهريب، ولو ابوك ظهر يعني ايه حاول تحاربه معاهم. ولو عملت كده هتبقى معانا دايما، ومفيش حد هيهوب منك ولا من اهل القرية، وكده يبقى انت معانا. وهنا هندخل يا جماعة على مرحلة كشف الحقائق النهاية. والله يا جماعة النهاية حلوة أوي، تعالوا نكمل تعالوا. وبالفعل يا جماعة بينزلوا البحر عشان يخلصوا العملية، وخلصوا العملية بالفعل ونزلوا البضاعة في البحر، وهم ماشيين مترقبين جدا ومنتظرين ديفارا يظهر في أي لحظة. شكلهم شافوا سمكة قرش قعدوا يضربوا بالنار، وهنا المركب اللي فيها فارا ولع. وطبعا هو اللي عامل كده يا جماعة عشان الأسد يظهر يعني. وبيبدأ في الضرب فيهم تحت المية، وبيروح مطلع المصاب فوق المركب. شوفوا يا جماعة المخرج بيعمل ايه، حتة غاية في الروعة. طبعا هم دلوقتي تحت المية كلهم بما فيهم فارا بيدوروا على مين؟ على ديفارا. نرجع للقرية في اللحظة دي، وبتروح أم فارا لسنجابة ده وبتقول له الحق ابني فارا انضم البايرة ونزل البحر عشان يقتلوا ايه أبوه ديفارا، لابد أنهم أثروا عليه عشان هو طيب. انت ساكت ليه؟ انتوا ما بتتكلموش ليه؟ انتوا أكيد انضميتوا البايرة وعاوزين تقتلوا ديفارا زيهم. نرجع للبحر تاني وبنشوف شبح ديفارا بيظهر ليهم في البحر. وفي القرية سنجابة بيفجر المفاجأة يا جماعة لمرات ديفارا، ويقول لها ديفارا مات أصلا من زمان. ديفارا مات؟ أيوة ديفارا مات، وإن اللي كان بيحرس البحر من ساعتها ما كانش ديفارا زوجك ولكنه ابنك فارا. ابنك هو اللي عمل كده، وزي في حقيقة ان ديفارا مات عشان تفضل سيرته بين الظلمة خوف ورعب ليهم، وهو اللي عمل شبيه ابوه لما جدته تعبت عشان الناس تحس ان هو لسه حي. واكيد ابنك دلوقتي في البحر بيقتل فيهم زي الوحش، وده اللي بنشوفه يا جماعة دلوقتي. لو انت لسه معايا لحد دلوقتي يبقى عجبك الفيلم وتمزجت منه، يبقى اللايك والاشتراك اللذيذ والمشاركة بقى عشان اصحابك كمان يستمتعوا معانا. وادي فارا يا جماعة شرحهم كلهم من ظهرهم وحملهم في المركب، وقام مطلعهم وشددهم على الشط قدام سنجابة واللي معاه، وقال له عشان الخوف من ابويا زمان اتوقف جيل كامل من النزول للبحر. يعني بسبب الخوف من ابويا زمان جيل كامل ما قدرش ينزل البحر، ولكن لما يشوفوا المنظر ده كمان ويعرفوا ان اسطورة ديفارا لسه حية، الجيل اللي جاي كمان مش هيقدر يفكر حتى ينزل البحر. وعشان يحصل كده وذكرى والدي تفضل زي ما هي، لازم انا كمان يحصل لي زي ما حصل ليهم، عشان يعرفوا ان ديفارا ما عندوش رحمة في الظلم حتى مع ابنه. وبكده بيزيد الرعب بين الظلمة من ديفارا، وبالفعل بيعور نفسه يا جماعة ويرمي نفسه جنب المركب. ومن هنا بنرجع للحكاية من الأول مع سنجابة والظابط. الضابط كان بيسأله طيب يعني هو مين اللي قدر وتجرأ على قتل ديفارا، الراجل المحترم ده الأصيل اللي هو عمل كل ده عشان الخير، مين أصلا تجرأ وقتله؟
تقوم جاي بقى المشهد ده يا جماعة اللي المفترض هيخلي للفيلم جزء تاني، وهو ان فارا اللي هيبان لنا ان فارا هو اللي طعن ابوه، ولكن لو انتوا ركزتوا هتشوفوا ان ابوه هو اللي حط ايده على ايد ابنه ونزل السكينة في قلبه وخلاه هو اللي يموته عشان ما يبقاش حد غريب هو اللي موته. وهنا بيكون يا جماعة فيلمنا خلص. بس بصراحة يعني تعبت جامد فيه. يا ريت يعني لايك واشتراك ومشاركة، يعني اي حاجة حلوة كده منكم، وانا القاكم في الفيلم الجاي ان شاء الله. سلام.